دي بجد هتغير لك مسارك في القهوه تماما، وهتخليك تخش في سكه القهوه النظيفه بجد اللي انت بتشربها وانت مطمن. هتدفع فلوس في حاجه تستاهل ان انت تدفع فيها فلوس. 100 جرام البن الهند الروبستا. الهند الروبستا يظبط لنا القوام بتاع التوليفه ومش هيخليها تصيص مننا ومش هيظهر طعمه. تعال نخش على الكريمه، نظبطها ب 50 جرام البن البرازيلي. كريمه القهوه كده اتظبطت وفي نفس الوقت نسبه المراره قليله جدا. فتعال نخش على الكافيين على طول. هنخش ب 50 جرام البن الكولومبي، ملك الكافيين الكولومبي ده، وفي نفس الوقت الكولومبي في ثاني درجات الوسط، المزازه بتاعته قليله جدا ونسبه الكافيين فيه عاليه قوي. تعال بقى نخش على الهندراسي. الهندراسي ده جامد جدا ونوع من الانواع اللي فيه نسبه مراره كده ومزازه مختلفه. فتعال نشيل المزازه بتاعه الهندراسي ب 200 جرام من البن الجيتومالي اللي طعمه مسكر ونسبه الكافيين فيه عاليه جدا لانه من عيله الكولومبي بس مش واخد العيوب بتاعه الكولومبي. تعال نخش على التحويجه. لو احنا حابين نحوجها، شويه ورد خفاف جدا، شويه قرنفل خفاف جدا، و10 جرام من التحويجه، لان احنا بنقول ان 10 جرام من التحويجه ديت الريسبي بتاع الربع، فهنحط 10 جرام من الحبهان لان احنا كده ايه هنحوجها كانها ربع كيلو مش نص كيلو علشان نشيل المراره بتاعه القهوه. وهنحط واحده من جوز الطيب، وفي حاله احتياجنا للطاقه هنحط عودين من الجينسنج عشان نظبط الطاقه بتاعه الحاجات